السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شايفين الشاورما اللحمه بقى تحفه، طعمها في منتهى الجمال. هنعملها سهله جدا. انا بصراحه رحت اشتري سندوتشات الشاورما من بره، وبصراحه لقيت ارقامها كده يعني غريبه. يعني السندوتش الصغير كنت جايباه ب70 جنيه، وطعمه ما كانش احسن حاجه. عملناه في البيت بطريقه سهله جدا جدا، مش قادره اقول لك بقى، واحلى من بره بكتير. عايزه تعمليه بقى في كايزر، تعمليه في عيش سوري، زي ما تحبي. يلا بينا نسمي الله ونبدا بالطريقه. اول حاجه، انا كان عندي قطعه لحمه سليمه، انا شلتها في الفريزر سليمه كده زي ما هي، وبعدين ابتديت اقطعها شرايح رفيعه خالص، يعني زي ما انت شايفه كده بالشكل دوت، شرايح مش سميكه خالص. وبعد كده عايزه تقطعيها بالطول صوابع زي ما تحبي، يعني طريقه تقطيع اللحمه دي زي ما تحبي. شايفين سمكها انا عاملاها عامل ازاي؟ رقيقه جدا. ممكن لو عندك لحمه قطع تقطعيها صوابع كده رفيعه، بس شايفه يعني هي هتقعد في التتبيله، انا هسيبها يوم كامل، فكمان مش هتاخد مني وقت خالص في التسويه. قطعتها بقى كلها، سبت شويه كده شرايح كبيره وشويه قطعتهم صوابع صغيره. بس بصراحه يعني التقطيعه دي بتبقى حلوه جدا. حطيت عليها نص كوبايه كده من ميه البصل، وهنا معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر، ملح، فلفل اسود، وكمان رشه بسيطه من القرفه ورشه بسيطه من الكركم. رشه بسيطه جدا. هنزل عليهم بباكت كده من 11 بهار، وبس كده. هي دي كل التوابل بتاعتنا اللي هنحطها على شاورما اللحمه. بجد طعمها بيبقى حلو جدا. هنزل على التتبيله دي بربع كوبايه من الزيت، وكمان ربع كوبايه من الخل، وهقلب الكلام الجميل ده كله في بعضه. وبعدين هدخلها التلاجة. انت ممكن تعمليها في نفس اليوم، يعني تتبليها من ساعتين ل4 ساعات. وممكن تعمليها، انا سبتها ليلة كاملة، يعني تبلتها كده من بالليل وعملتها تاني يوم. التتبيلة بتاعتها تحفة. بص التتبيلة مغطياها، طعم التتبيلة بجد كان في منتهى الجمال. سبتها في التلاجة، وبعدين بقى تاني يوم طاسة على النار كده، حطيت فيها حتة ليا صغيرة كانت عندي. الشاورما المصري بتحب الليا جدا يعني، بس ما كانش عندي كتير. وقمت نازله على طول عليها بالشاورما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتديت افردها لحد ما هتنشف الميه اللي فيها وهتستوي. من اللحمه الرقيقه قوي دي فاكيد مش هتاخد سوا خالص. اول ما الميه بتاعتها نشفت وابتدت كده تتحمر خلاص، في الصوص بتاعها ابتديت اقطع الخضار بتاعي. هتقطعي معاكي بصلايه كبيره، قرن فلفل حامي، قرن رومي. لو مش عايزه الفلفل الحامي تقدري تستغني عنه. وبحط طماطميه واحده وعودين كده من البقدونس في الاخر. احنا بنحب البصل، فقطعت شويه بصل كده كويسين، قطعتهم شرايح كده بالشكل ده. وحبيت بقى الفلفل الرومي والفلفل الحامي، وانا بقطعه لقيته حامي جدا فقطعته نصه بس. شوفي بقى الفلفل الحامي بتاعك ده حسب الرغبه. قطعت بقى الكميه كده كلها. هنزل بقى انا عليها بالبصل والفلفل، وبسيب الطماطم والبقدونس في الاخر. هوريكي بقى هحطه امتى. كفايه بقى حته الفلفل الصغيره دي. خلاص بقى نزلنا بقى بالبصل والفلفل لحد ما البصل بتاعنا يتكرمل. انا ما نزلتش بكميه الفلفل الرومي كلها، نزلت بنص الحبايه بس، وبقيت نص الحبايه هبقى انزل بيهم في الاخر، لان انا بحبه يبقى طعمه باين كده في قلب الشاورما. هنحضر شويه طحينه. هنا حطيت 3 معالق كبار من الطحينه، عليها رشه من الملح ورشه من الكمون، وكمان رشه كده من الشطه الحمراء. وهقلب كل الكلام ده كده مع بعض، وجنبي شويه ميه سخنين. بنزل بالميه واحده واحده، وتقدري تحطي ميه بارده يعني زي ما تحبي. وبعدين اول ما تبتدي تتقل معايا كده والقوام هيبقى مظبوط، هنزل عليها كده بمعلقه خل كبيره. تقلت قوي هخفها بشويه ميه كمان. وبس كده. هنزل عليها بفص ثوم صغير كده مفروم. ويعني الطحينه بقت في منتهى الجمال. عايزه تخففيها خففيها، عايزاها تقيله زي ما تحبي اعمليها. شايفين بقى البصل هنا كارمل ازاي؟ شكله حلو جدا. نزلت بمعلقتين كده من صوص الطحينه، وهيديكي طعم ونتيجه بجد رهيبه. انا بعمل الشاورما بالطريقه دي، اعتمديها هتبقى هايله. انا هنا طفيت النار ونزلت بالبقدونس وبالطماطمايه، وبعد كده حطيت عليها شويه الفلفل الاخضر الرومي اللي انا كنت مقطعاهم وركناهم على جنب. هتدهني بقى الكايزر كده بالطحينه، وهتحطي الشاورما وتقدميها. بجد طعمها تحفه. وجبت العيش السوري وعملتها برضو في قلب العيش السوري خيال. شايفين بقى هنا شكل الساندوتش عامل ازاي؟ والعيش كمان كبير. طبعا انتوا متخيلين بقى دلوقتي طعمها عامل ازاي. شايفين بقى الطحينه على الساندوتش كده جميله جدا. انا عملت شويه توميه عشان اللي بالعيش السوري حطيت عليها توميه مع صوص الطحينه، والاتنين بصراحه كانوا احلى من بعض. احنا التهمنا الساندوتش يعني. بألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربوه. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. وما تنسيش بقى، لو انت لحد دلوقتي مش مشتركه في القناه، استناكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.